بعد 5 يونيو 67 بدأت مصر حرب الاستنزاف، واللي مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية كانت مرحلة الصمود، واللي قدرنا فيها نلم الجيش تاني ونتمركز على خط القناة، وده حصل خوفا من إن إسرائيل تحتل مدن القناة، تطور الهجوم وتحتل مدن القناة. والمرحلة التانية كانت مرحلة المواجهة، وكانت غالبيتها معارك بين المدفعية، زائد إن كان في عمليات بتتعمل خلف خطوط العدو. والمرحلة الثالثة كان اسمها مرحلة التحدي، وتم فيها حوالي 16 إغارة وكمين على العدو، فكانوا لابد من الجانب الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية دي. فبدأت إسرائيل تنفذ هجمات عسكرية في العمق المصري علشان الشعب يفقد الثقة في القيادة السياسية ويطالبهم فيها بوقف الحرب. وفي أحد الهجمات اللا إنسانية الخبيثة اللي نفذها العدو الصهيوني في العمق المصري كانت الإغارة على مدرسة بحر البقر الابتدائية. وفي الحلقة دي بقى عزيزي المشاهد هنتكلم عن تفاصيل عملية بحر البقر، وكان إيه الرد المصري على العملية العسكرية دي أو على العملية الإرهابية دي. فركز معايا كده عزيزي المشاهد ونتقابل بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع القادة الصهاينة وقال لك ان احنا لازم نشن عمليات عسكرية او هجمات جوية بالاحرى في العمق المصري، عشان زي ما قلت لك في المقدمة عزيزي المشاهد يخلي الشعب يفقد الثقة في القيادة السياسية، فبالتالي القيادة السياسية توقف الحرب. وكان صاحب الفكرة دي هو عزرا وايزمان، وهو الاب الروحي لاصلاح الطيران الصهيوني او بالمعنى الاحرى الشيطان الاعظم. واللي وافقوا على الكلام ده كان موشي ديان وجولدا مائير، فعملوا خطة وسموها الخطة بريمة، وبدأوا ينفذوا فيها اعتبارا من يوم 7 يناير سنة 1970. والهجمات دي كانت عبارة عن طلعات جوية فوق سماء القاهرة، والطيران الفانتوم والسكاي هوك يخترق حاجز الصوت، ده غير كمان قصف جوي مكثف على كل من القاهرة ومدن القناة. واستمر القصف ده لمدة 4 شهور، ووصلت فيهم الطلعات الجوية الإسرائيلية لحوالي 3838 طلعة جوية، شملت مناطق كتير زي ما قلت لك، وكان أشهرهم في القاهرة هايك ستيب وحلوان ودهشور والسويس والإسماعيلية وبورسعيد. وكان الاستهداف الأساسي فيها للمدنيين، ومن ضمن الغارات دي استهدفوا مصنع حديد أبو زعبل، والكلام ده في يوم 22/2 سنة 1970. ومات واتجرح حوالي 70 عامل من المدنيين اللي ملهمش أي علاقة بالعمليات العسكرية. وبعد منها طلع موشي ديان عشان يبرر العمليات دي، وقال لك إن الطيران بتاعنا أخطأ أهدافه. يسكت الصهاينة على العمليات دي واستهداف المدنيين؟ أكيد لا طبعا. وفي يوم 8/4 سنة 1970 الإذاعة المصرية كانت شغالة، وفجأة تقطع البث بتاعها على خبر كان مفاده كالتالي: أيها الإخوة المواطنون، جاءنا البيان التالي: أقدم العدو في تمام الساعة 9:03 صباح اليوم على جريمة جديدة تفوق حد التصور، عندما أغار بطائراته الفانتوم الأمريكية على مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية، وسقط الأطفال بين 6 و12، يعني أعمارهم ما بين 6 ل 12 سنة، تحت جحيم من النيران، ويتقطع البث بعدها. وكانت تفاصيل العملية الإرهابية كانت كالتالي: في يوم 8 ابريل سنة 1970 الساعة 9:03 الصبح طارت 5 طيارات فانتوم من طراز F4 على ارتفاع منخفض، وبدأت تقذف مباني مدرسة بحر البقر ب5 قنابل، وكان وزنهم حوالي 1000 رطل، ده غير كمان ان هم اطلقوا صاروخين على مبنى المدرسة مباشرة. والهجوم ده ادى لتدمير مبنى المدرسة بالكامل، وراح ضحيته حوالي 30 طفل واكتر من 50 جريح. والحكومة بعد منها صرفت لكل شهيد حوالي 100 جنيه والكل مصاب حوالي 10 جنيه. وبعدها تم جمع جميع متعلقات الاطفال ووضعهم في متحف الشرقية تخليدا لذكراهم يعني. وكان رد المجتمع الدولي بما ان اسرائيل فتاته المدللة ان هم ادانوا الحادث بس، وقال لك دي اخبار مفزعة. لا كمان ما سكتوش على كده، ده القوا اللوم علينا وقالوا لنا ان انتوا اللي مش قابلين وقف اطلاق النار. وردت موسكو بعدها قالت لك ان اسرائيل عاجزة عن الرد الضربات لمصر او للجيش المصري، فبترد على مدنيين. هو ده كله اللي المجتمع الدولي قال، لان طبعا ما حدش في
المجتمع الدولي هيقدر يعمل حاجه لاسرائيل. فبما ان المجتمع الدولي ما عملش حاجه، فكانت لازم قواتنا المسلحه ترد على العمليه العسكريه دي او على العمليه الارهابيه دي. فامر الرئيس جمال عبد الناصر بسرعه الرد على العمليه دي، فبدات القوات المسلحه تحضر كمين عشان يرد على العمليه. وكان الكمين ده مكون من مجموعتين، الاولى كانت مجموعه مشاة والثانيه كانت مجموعه صعقه، وكان هيبقى تمركزهم في منطقه رقبه الوزه. وفي ليله 30 مايو بداوا يوزعوا نفسهم. فالكمين رقم 1 كان كمين الصعقه، والكمين رقم 2 كان كمين المشاة. وكانت الخطه هي القضاء على مجموعه من الجنود كانوا نازلين اجازات، يعني حتى احنا لما بنرد على عسكريين. وكانت مجموعه الاجازات دي بتتحرك في اتوبيسات، وكانت بتحرسهم دوريه مكونه من التالي: مجموعه من الدبابات ومجموعه من العربات المدرعه. وكان قياده العمليه قياده موحده لضمان التنسيق واداء المهمه باتقان. والمجموعه اتحركت بالليل يوم 30 مايو وخدوا مواقعهم. وعلى الظهر في نفس اليوم خرجت مجموعه القتال الاسرائيليه اللي متكونه من 4 دبابات و4 عربات مدرعه واتوبيسين فيهم ضباط اجازات. والدوريه بالاتوبيسين هيعدوا الاول على الكمين رقم 1، وبعد منه بشويه كان الكمين رقم 2. فكانت الخطه ان الكمين رقم 1 ما يتعاملش مع المجموعه دي. وبالفعل المجموعه الاسرائيليه تتحرك وتعدي الكمين رقم 1. واول ما الصهاينه وصلوا عند جنوب هضبه التيه واللي كان فيها تمركز القوات رقم 2، فكمين المشاة فتح عليهم النيران على طول اول ما بقوا في مرمى نيرانه. فاصيب الدبابتين وعربه مدرعه واتوبيس من اتوبيسات الاجازات، والباقي هرب وبدأ يرجع مكان ما جه. فمين اللي كان مستنيه؟ الكمين رقم 1 بتاع قوات الصعقة. فأول ما وصلوا عند مرمى الكمين رقم 1 بدأت قوات الصعقة تنقض عليهم، وبدأوا يفتحوا عليهم النيران ودمروا باقي الدبابات وباقي العربات. واتقتل واتجرح في المعركة دي من الصهاينة حوالي 35 واحد. ده غير كمان ان كل مجموعة أسرت واحد، مجموعة الصعقة أسرت ضابط ومجموعة المشاة أسرت ضابط تاني. فبدأت تطلع طلعات جوية على المنطقتين دول، وبدأ الطيران الصهيوني يدك المنطقتين. لكن بستر ربنا مفيش حد جراله حاجه من قواتنا، وفضل المجموعتين متمركزين في مناطقهم لحد ما الليل جه. وبعد كده رجعوا سالمين تاني للضفه الغربيه. واطلق على اليوم ده في اسرائيل السبت الحزين، واللي اطلقته جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل. وبعد العمليه دي قدرنا ناخد حق اطفالنا الشهداء اللي استشهدوا غدر على ايدي السفاحين الصهاينه، وردنا رد عسكري او رد شريف يليق بينا، يليق بعقيدتنا ويليق بديننا وبعاداتنا وبتقاليدنا. ما رحناش نضرب اطفال او نأسر نساء او نعمل اي رد خسيس. وانا هنا بعمل الحلقه دي عزيزي المشاهد، وهي ان العدو الصهيوني هيفضل هو العدو الابدي لينا طول ما هو حاطط ايده على فلسطين، ومهما طال الزمن لابد هنحررها. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش بقى تنزل تعمل الحلقه دي لايك وتشيرها في كل مكان عشان الاجيال الجديده يعرفوا ان مفيش حاجه اسمها اسرائيل، وان الكيان المزعوم ده قايم على دم الشهداء سواء من الجانب المصري او الفلسطيني او السوري او الاردني، وان احنا مش لازم نتعاطف معاهم، وان هم هيفضلوا العدو الاول والاخير لينا كمسلمين في المقام الاول وكعرب. وانزلوا تحت في الكومنتات قولوا لي ايه رايكم في الحلقه دي وعايزين حلقات عن ايه كمان. ويلا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده.